السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم ربما يكون بداية جديدة لعشرية سوداء قادمة على الزمالك، وفي زلزل كيان الزمالك وبلا منازع. وبعد أن تبسم الحظ قليلا إلى جماهير الزمالك في الأسبوع الماضي بتعادل فيوتشر والمقاولون العرب وبيراميدز وفوز المريخ السوداني على شباب بلوزداد الجزائري، حتى أن الجميع ظن، وطبعا وانتهاء مشكلة قيد اللاعبين الثلاثة، أن الجميع ظن أنها قاربت أو شارفت على الابتسام للزمالك في سنة بدأت كبيسة جدا 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 على جمهور الزمالك. فإذا بمحكمة النقض اليوم ترفض طعن مرتضى منصور على الحبس شهر وتنفيذ الحكم باصطحاب مرتضى منصور من مكان المحكمة وسط حراسة مشددة من زاوية وأنصاره إلى مثواه الأخير رياضيا بتنفيذ الحكم شهر مع النفاذ. مرتضى منصور ربما لن ينفذ الشهر، فبطلب بسيط إلى النائب العام بتنفيذ شهر عمل خارج العمل خيري تطوعي خارج السجن، يتم خروج مرتضى منصور وقضاء المدة في بيته أو في مكتبه أو في مستشفى تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة. ولكن المؤكد أن مرتضى منصور فقد صلاحية قيادة الزمالك إلى الأبد، لأنه لا يستطيع العودة لرئاسة الزمالك إلا بحكم رد اعتبار، ورد الاعتبار لا يتم الحصول عليه إلا بعد 3 سنوات من تنفيذ عقوبة الحبس اللي هي اتطبقت فيه بداية من النهاردة لمدة شهر 30 يوم. كده الزمالك هيدخل في دوامة، لأن اللائحة بتنص على إن مجلس الإدارة يدعو إلى اجتماع طارئ واختيار نائب الرئيس لأن يحل محل الرئيس في مهامه. وبالتبعية منصب نائب الرئيس في نادي الزمالك خالي باستقالة اللي هو هدهد. إذا المنصبين شاغرين الرئيس والنائب، فماذا سيحدث للزمالك؟ هل سيتم تصعيد من ينوب عن هذا وذاك والدعوة لانتخابات مبكرة على المنصبين؟ كل الأمور وارد، كل الأمور وارد. المبدأ القانوني مرتضى منصور لن يعود لرئاسة الزمالك ثانية، ده كلام مفروغ منه تماما تماما. مرتضى منصور ممكن ما ينفذش الشرع أو ينفذه، لكنه لن يعود رئيسا للزمالك، لأن هكذا هو القانون. لابد من رد اعتبار، ورد الاعتبار بعد 3 سنين. بعد 3 سنين هيكون عمر المجلس انتهى، وأشك تماما تماما في قدرة الرجل على أداء مهام رئيس للنادي بعد 3 سنوات. تمنيت ما تفكوش خبر زي كده، لكن هو زرع وهو حصد، والزمالك هو المجني عليه. ورسالة أخيرة لمن تمنوا زوال مرتضى منصور: ها هو ذا مرتضى منصور يزول من الصورة، وانتظروا عشرية سوداء وكلاب ضارية تنهش في جسد الزمالك. ولك الله يا زمالك، ربنا يخيب ظني ويكون القادم أفضل، ويكون القادم أفضل، ويكون القادم أفضل. ربنا يخيب ظني ويكون القادم أفضل، ويكون في الزمالك صوت رصيد عاقل يقود الزمالك إلى ما هو أفضل. والأهم أن يستطيع رجال الزمالك في تونس اليوم عزل الفريق عما يحدث بمتعوبة، كي لا تكون النهاية في أفريقيا وفي الزمالك وفي موسم بداية العشرية السوداء، حتى يمن الله علينا بقائد قادر على النهوض بالزمالك ثانية. ترى هل يفي ممدوح عباس بعهوده ويرفع الحجز عن الأرصدة لمناصرة الرئيس القادم؟
هل تتدخل الدولة لمعاونة الزمالك من عثرة عاونوا عليها الأهلي كثيرا ومرارا وتكرارا؟ هل تعلمون أن وزير الدفاع المشير عبد الحكيم عامر استدعى قائد الجيش الثاني لرئاسة النادي الأهلي ودعمه بلاعبين من جميع الأندية حينما كان الأهلي في وعكة؟ هل تعلمون أن عبد الأحد جمال الدين رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أصدر قرار بحل اتحاد الكرة حتى يظل الأهلي في الدوري؟ هل تعلمون أن رئيس الوزراء أقال وزير الشباب والرياضة الأهلاوي طاهر أبو زيد ولغى قراره بعدم مدة مجلس منتهية ولايته في الأهلي؟ رئيس الوزراء زملكاوي ووزير الشباب والرياضة زملكاوي. هل من نجدة للزمالك؟ هل من نصرة؟ نتمناها خير، نتمناها خير، وإن كانت تفاءلوا بالخير تجدوه. تحياتي لكم ونراكم في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.